خلاص راجعين للجامعة والمدارس الأسبوع الجاي. تقريبا على الأسبوع الجاي. فالنهاردة هوريكم ازاي برجع لروتيني الدراسي وازاي بجهز نفسي للرجوع. ولو لسه مشتركتوش في التشانل روحوا اشتركوا عشان نوصل 10,000 مشترك قبل نهاية السنة دي. ايه ده؟ بكره عصير الليمون قوي. فطعم الليمون مع الميه بيكون في الاول وحش قوي بالنسبه لي، بس من كتر ما هو مفيد انا بشربها، وانا مش حباها بس انا بشربها عشان عارفه هو ازاي مفيد ليا. اللي شاف فلوج اللي انا رحت فيه تيدكس ايفنت في اي يو سي هيفتكر دي سبيكر كلمتكم عنها. كانت سبيكر هايله بجد، والكل اتاثر بكلامها، الكل اتفاعل معاها، الكل كان مركز في كلامها من اول ما بدات لحد اخر ما بدات، وادتنا باوتشر كده. فانا قصيتها وحطيتها في الجورنال بتاعي عشان مش عايزه انساها ومش عايزه انسى اليوم اللي هو حاجه كذكرى من اليوم ده يعني. بحاول ارجع عاداتي اللي كانت ماشيه معايا قبل الدراسه، اني ابدا يومي بشرب الميه والكتابه شويه، وانه اعمل تو دو ليست لليوم. النهارده رايحه الجامعه احدد التخصص. احنا بنحدده في سنه رابعه، هقول لكم عليه لان انكم سالتوني عليه، فاكيد هقول لكم انتوا صحابي، فدي حاجه ما فيهاش كلام يعني. كده كده هقول لكم، بس اما اروح حدده الاول وبعدين هقول لكم. النهارده هقعد اذاكر مذاكره خفيفه واتعرف على المواد اللي عليا السنه دي عشان برضو اعود نفسي على الجو ده، وكمان برضو عشان ابدا ارجع مود المذاكره ده شويه بشويه عشان ما اضغطش على نفسي. وهقول لكم ازاي برضو لما يجي وقتها، وهخلص ورق في الجامعه، وكمان هخلص ورق حكومي برضو بره الجامعه مع العائله الكريمه. بحبش اليوم اللي بيبقى فيه معاملات حكومية، لأن بجد الموضوع بيبقى ممل وبياخدوا ورق وبياخدوا وقت طويل جدا، والموظفين ذات نفسهم بيبقى عندهم برود جدا وبيكلموك كأنك جاهل. انت ازاي مش عارف الحاجات؟ طبيعي مش هعرف الحاجات دي، لان هو انا اللي بشتغل مكانك، انا ما اعرفش الحاجات دي. مش هتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع ده بينرفزني. المهم فده برضو من ضمن الحاجات اللي هعملها النهارده. كمان هنظم المكان ده الوحيد اللي انا ما نظمتوش. انا نظمت المكتب قبل كده معاكم، دي يعتبر اكبر الحاجات اللي هتحصل النهارده. وكمان هأدت، وكمان عايزه اخد راحه لاني عارفه انا صحيح برضو مش قادره، وبجد هروح في يوم هيكون مشغول وهياخد من طاقتي. فبرضه عايزه، وبرضه من خطتي ان اقعد الوقت اللي انا بحبه، الوقت اللي هقعد فيه لوحدي اهدى من الدوشه بتاعت اليوم بتاعت النهارده والزحمه بتاعت النهارده. انا عارفه ان هيكون دوشه وهيكون زحمه. دلوقتي هقوم افطر بقى. Everyone knows that Luke has a thing for you. Luke does not have a thing for me. Tell him. Ugh, we can barely get through a single conversation without biting each other's heads off. Tell him. Everything about me repulses that man. قبل ما تبدأ الدراسة مهم قوي ان احنا نرجع ننظم مكاننا وكتابنا والمكان اللي بنذاكر فيه والبيئة اللي احنا متحوطين بيها اللي هي اوضتنا عموما. التنظيم ده بيساعد على التركيز، وكمان زي ما قلت لكم في فيديو قبل ده ان التنظيم سر من اسرار اي حد ناجح. انا اوريدي مرتبة المكتب ورتبته معاكم اصلا في فيديو، وعلقت بوسترز على الحيطة كمان عشان تشجعني وعشان كمان ارومانتسايز المرحلة الدراسية دي عموما. بس انا فاضل لي الجزء ده لسه ما نظمتوش، عايزه انظمه. بقالي شويه حلوين ما نظمتوش يعني. ده الجزء الوحيد اللي بجد محتاج تنظيم. انا بالنسبه لي قبل ما ارجع الجامعه لازم اعمل ريستارت لنفسي. التنظيم مش عشان بس الشكل الحلو، لا هو فعلا بيساعدك تركز، تحس ان دماغك بقت اهدى وما بتضيعش وقت ان انت تدور على حاجه هنا، كتاب هنا او نوت هنا او قلم هنا. انت منظمهم وعارف انت هتلاقي فين. خلاص الموضوع بيسهل عليك. انت لو خدنا بالنا هتلاقوا ان معظم الناس الناجحين مش ناجحين بس في شغلهم، الناجحين في دراستهم، الناجحين في شغلهم، الناجحين في اي حاجه في حياتهم، لان التنظيم بجد جزء اساسي من يومهم.
كتاب كان صحابي جايبينه لي هدية في عيد ميلادي، رواية ما تتقريش. انا كنت مبهورة ان هو بس على اسمي، لكن لما قريتها لقيتها مش حلوة خالص وما قدرتش اكملها. I'm back. لما رجعت بجد كنت حاسه ان الاحساس وحش قوي وحصلت حاجه زعلتني قوي، وكنت حاسه مشاعر اللي هو فيها حزن. مجرد ما اتكلمت مع الناس القريبه مني، اللي هي مثلا ماما، اختي، وصاحبتي، اللي بحب احسس بشعور احسن، مع ان اللي كنت حاسه بيه ما كانش قليل خالص بصراحه. الحمد لله انا دلوقتي بقيت حاسه ان انا احسن بعد ما اتكلمت مع خلود كمان. احسن قوي. الجامعه زي ما بتعرفكوا على ناس وحشين، تعرفكوا برضو على ناس حلوين وكويسين جدا، وبجد بيكونوا واصحاب كويسين، بس بيكونوا قليلين. الصحاب التانيين بيكونوا كتار بس ما بيفرقوش معايا. بجد انا معوده نفسي، ودي حاجه انا بحبها فيا جدا، ان انا ما بيفرقليش اي حد، لكن لو حد بجد كويس I care for him. وخلود بجد صاحبه كويسه. I love you خلود. استمتعت جدا بالمكالمة اللي كانت ساعة ونص دي، وبحس بشعور أحسن بعد ما بكلمها. كان نفسي نتقابل النهاردة بس معرفناش نشوف بعض، فإن شاء الله نتقابل قريب. طيف اللي بيعمله الصاحب الكويس بجد بيفرق. طيف بس يكون صاحب بجد كويس بيفرق جدا، بيأثر على حياته. كنت فاكرة ان صاحب كويس او مش صاحب كويس، الفكرة ان انا اللي بأثر على حياتي، مش اي حد ممكن يعمل لي اي تأثير تاني. انا اللي متحكمة في ده. بس بجد لا، الصاحب الكويس بجد بيأثر عليك تأثير إيجابي. أنا اتكلمت معاكم في الموضوع ده لأني قعدت أتكلم مع خلود كتير، وشكرا خلود for being with me. أنا خلود ما بتشوفش فيديوهات، خلود ما بتعرضش على اليوتيوب، بس حبيت أعبر عن امتناني إن أنا عندي صاحبة زي خلود. لما تقولي بسمع الرسمات أعرف إن أنا كنت في بريك داون، بعدين بقيت أحس بشعور أحسن دلوقتي. I love this mess. المهم خلينا نوقف ده. بعد ما اتكلمت مع خلود صاحبتي، وبعد ما اتكلمت برضه مع الناس القريبين مني، والحمد لله بقيت احسن وبقيت تمام. يعني بجد كنت مفكره اللي هو لا، انا هفضل في الحاله اللي انا فيها دي شويه، بس الحمد لله طلعت منها بسرعه. قلت لازم اكمل الحاجات اللي انا حطاها في التو دو ليست النهارده، عايزه اخلصها. كنت ناويه ان انا بس هنام، مش هعمل اي حاجه تانية. فلما لقيت ان انا بقيت احسن الحمد لله، فقلت اكمل الحاجات اللي ورايا عشان اكون خلصت كل الحاجات اللي عليا في التو دو ليست. هو ايه اللي بيعمل ده؟ اه. فكنت قايله ان انا هقعد اشوف المواد اللي عليا الترم ده،
وابدا اتعرف عليها، اشوف عنها ملخصات واشوف انا هدرس ايه الترم ده، عشان بس ارجع لنفسي مود المذاكره بطريقه بسيطه، وكمان ما اضغطش على نفسي لان انا مش بحب اضغط على نفسي جامد. عشان كده بعمل تسخين دلوقتي، بسخن اللي هتكون عندي السنه دي. بجد السنه دي عايزاها تكون ان شاء الله ان شاء الله احقق فيه اللي انا عايزاه، وانتوا كمان تحققوا فيه اللي انتوا عايزينه. الاهداف الدراسيه اللي انتوا حاطينها السنه دي تحققوها، ويا رب انا كمان احققها ونحققها سوا. فيا رب كلنا نكون كويسين. فانا دلوقتي براجع مثلا ملخصات بسيطه، اشوف الجدول. دي اخر سنه هكون ليا في الجامعه زي ما قلت لكم، فحاطه اهداف دراسيه معينه. صحيح انا ما قلتلكوش انا تخصصت ايه. انا تخصصت مانجمنت، اداره اعمال. الموضوع اخد مني وقت عشان افكر فيه وبرضه اديله كل تفكيري، واخد مني وقت على ما استقريت. اصلا انا حابه الموضوع من زمان، بس اللي مخليني مثلا ايه في تردد سنه، انا عايزه اكون متاكده على الموضوع 100%. فالتردد البسيط ده بسبب مثلا في كتير قوي داخلين محاسبه، ده خلاني احس ان انا ماشيه عكس التيار. واي حد كبير، يعني اي حد كبير مثلا اتكلم معاه في الموضوع بيقول لي طبعا محاسبه، انت بتتكلمي في ايه؟ فده اللي كان مخوفني ان انا ماشيه عكس التيار. طب انا صح؟ انا أنا غلط؟ بعدين لما فكرت في الموضوع واخدت وقتي لقيت ان انا دي حاجه انا عايزاها وحباها، وفي نفس الوقت هيفتح لي ابواب كتيره في المستقبل. وانا مؤمنه ان كل واحد لازم يختار حاجه هو بيحبها حتى لو هي مختلفه عن الناس اللي حواليه، لان في الاخر دي حياتك انت ونجاحك انت.